كبدة الفراخ بدبس الرمان ومعاها مكعبات بطاطس، أكلة في نص ساعة سهلة وسريعة وطعمها خطير ومغذية جدا. أول حاجة أنا هنا بحب أقطع البطاطس مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهسويها الأول. أنا هسويها في الإير فراير وممكن كمان في الفرن عادي، وممكن نحمرها مع رشة من الملح، وكمان بحب أضيف رشة من البابريكا المدخنة، بيبقى طعمها حلو قوي مع البطاطس، ومعلقه من الخل، ده هيخلي البطاطس بتاعتنا تقرمش وبتدي طعم حلو قوي. واخر حاجه بحب ارش بعد ما اقلبهم، طبعا بحب ارش رشه من الزيت العادي، ممكن زيت زيتون، وهسيبها في الاير فراير تكمل سوا. هنا معايا انا حطيت كميه كويسه من الزيت، ممكن زيت، ممكن سمنه، ممكن زبده، ممكن كمان زيت زيتون زي ما تحبوا. قبل ما احط الكبده انا هنا بنقعها في ميه ساقعه وخل، بنقعها حوالي ربع ساعه تلت ساعه في ميه ساقعه وخل، وبشطفها كويس واصفيها واحطها على النار. هبدأ اقلب الكبدة، ده بيخلي مفيش فيها اي ريحة وبتطلع طعمها حلو جدا. هنا هبدأ اقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هقلبها لحد ما تبدأ تنزل كل السوائل اللي فيها وتدخل في السوا. البطاطس خلاص استوت، اخدت نص ساعة بس على درجة حرارة 190، وهنا خلاص الكبدة بدأت تدخل في السوا. هضيف طبعا فلفل اخضر، ممكن فلفل اخضر حار لو حابين، معلقة من الثوم، وهنقلب كل ده مع بعضه كويس جدا مع شوية توابل بسيطة قوي. النهاردة هستخدم توابل ملح وفلفل وكمون، ممكن كمان استخدم كزبرة بتدي طعم حلو جدا لأكلتنا النهاردة. هنقلبها كلها مع بعض بالشكل ده، الروايح خطيرة بتدي طعم حلو جدا. وأول ما تبدأ تستوي خلاص هنضيف عليها آخر مكون وأهم مكون، هو دبس الرمان. استخدمت النوع ده، بضيف حوالي من معلقتين لتلاتة دبس رمان حسب كمية الكبدة اللي معانا. واكيد كده بعدها هنحط البطاطس اللي خلاص اتحمرت، هي كده تقريبا مستويه، بس بلاش نسويها قوي على الاخر علشان ما تتهريش مننا. هديهم كل ده تقليبه مع بعضه، النكهات والطعم بيطلع خطير جدا. وبعد ما اقلب كل حاجه مع بعضها، اخر مكون بحب احطه، وده بيضيع اي ريحه للكبده وبيديها مزازه حلوه قوي، اخر حاجه بحب احطها هو عصير الليمون. عصير الليمون بحط من ليمونه ليمونتين حسب ما بتحبوا طعمه في الكبده. وبس كده خلاص، بنديهم تقليبه بسيطه ما نزودش، ونقدم اكلتنا. اكله سهله وسريعه وفي نص ساعه، جربوها ومتاكده هتحبوها. ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناه، ومستنيه كل تطبيقاتكم.